نبتدي باخر حاجه بقى. اخر حاجه البيان طبعا اللي اداره النادي الاهلي نزلوه. طب دلوقتي الراجل بيشتكي، يعني خلاص هنبتدي بالاخر، ما هنقول بقى البيانات دي نزلت ليه كلها. بس كابتن محمود تعب خلاص. هو في الفتره الاخيره اصلا من 5 6 شهور كده كان بيروح يتعالج وبتاع في المانيا. ودلوقتي انتوا بتنزلوا قرار ان كابتن محمود هو خلاص نزل القرار بتاعه ان هو خلاص عايز مش هيترشح للرئاسه الجايه وخلاص، الفتره مش هيترشح الفتره الجايه، وانتوا دلوقتي طالعين تقولوا له الف سلامه وصحتك تهمنا وكل ده يهمنا ومش عارف ايه. فانت خليك زي ما انت، والوقت اللي تعوز تريح فيه ريح فيه، والوقت اللي تعوز تعالج فيه تعالج فيه. طب ما عايزين نعرف مين اللي ماسك النادي كده، من مين؟ طيب مين اللي بيقول الكلام ده؟ كل يعني كل مجلس الاداره كله بيقول كده. فانت هتيجي لحسام غالي وتصريحات حسام غالي بعد اللي قاله هو اصلا، يعني اصل الناس كلها هاجمت من غير ما تسمع. اصل انت لما تيجي تبص بقى كل اللي كان بيهاجم مش عارف التصريحات مكتوبه. هو كان ما كانش مش منزل التصريحات في جورنال حضرتك، هو منزل، هو طالع بودكاست وطالع بفيديو بصوت وصوره. فانت لو عايز تنتقد تجيب الفيديو بالصوت والصوره، اصل الكلام متركب على بعضه. اصل هو جاي كلمه مش اللي بينزل بقى التصريح، كلمه من الشرق وكلمه من الغرب وكلمه من الاول وكلمه من الاخر وركبهم كلهم على بعض وبيطلع بجمله مش مع حسام ولا ضد حسام. فانت عايز تنتقده تجيب الفيديو اللقطه. يعني هو انا فاكر ان هو لقطه في الفيديو ما رضاش يتكلم، ولا دي اخلاق النادي ان احنا ما نتكلمش على حد. هتقول لي قال على صالح سليم وقعد يشكر في صالح سليم، معناه ان هو بيشتم محمود الخطيب؟ ما انا مش فاهم برضو. حتى الناس في قناه النادي الاهلي وفي ناس كتير ذكرهم في البودكاست ده، عملوا للكابتن كانوا عملوا سكور، طلعوا قالوا عليه مش حسام غالي، حسام الرخيص. طب ازاي يا كابتن؟ يعني انت دلوقتي بقى، ما احنا كده بنقطع في بعض، ما انا مش عارف مين مع مين ومين ضد مع مين وكده بيبقى في جمعيه عموميه، بس احنا مالناش دعوه برضه مين اللي هينتخب ومين اللي هيروح ومين اللي هيجي ومين اللي هيفضل ومين اللي هيتنيه. مش بايدك ولا بايدي ولا بايد اي حد. يعني حسام لوحده هيبقى لوحده، مش هيختار الكابتن محمود، هيختار اللي هو عايز يختاره. وكابتن محمود نجح، ده معناه ايه؟ طب ما احنا هنبقى في ظهر الكابتن محمود وفي ظهر النادي. ايه الاختلافات بقى في الموضوع؟ انت مختلف مع، كلنا كنا مختلفين. اصل في ناس اللي هي كانت طالعه تشتم حسام غالي كانت مختلفه مع كابتن محمود في حاجات، وفي ناس بتشتم حسام غالي ما كانتش متفقه مع كابتن محمود في حاجات، وفي ناس بتقول حسام غالي معاه حق. ما انت بتخلي الناس تمسك بقى في الكلمه، يقول لك اهو شفت ان احنا قلنا اوضه اللبس وقلنا في مشاكل في النادي الاهلي وما قلناش في مشاكل في حاجات ما تعجبناش من قرارات من مجلس الاداره، وفي حاجات بنشيد بيها عادي يعني. وده اللي قاله على فكره حسام غالي في معظم الكلام في البودكاست اللي كان موجود فيه. بس احنا خلاص خدنا الكلام من السيف والدرع والكابتن صالح سليم والمبادئ النادي الاهلي، وقال له انت محتاج مين معاك لو بقيت رئيس. اصل هو قال له ايه؟ تتمنى ايه في يوم من الايام؟ فهو حسام غالي سكه معروفه طبعا، والناس قالوا انت سمعت قبل كده الناس بتقول ان انت عايز، ما هو الناس دي بتقول من فراغ؟ طيب يعني الناس اللي قالت، وفي ناس كتير قالت عشان ما حدش يطلع يقول ما حدش قال، لا في ناس كتير قالت حسام غالي يمسك النادي الاهلي. ما هو ازاي برضه؟ ما هو مش بتتاخد تدريجي طيب؟ ولا هو خلاص هو بيمسك وخلاص؟ اكيد بتتاخد تدريجي. انت مش عاجبك حاجات في اصل الناس طلعت قالت له انت عشت مع الكابتن صالح سليم قد ايه سنه؟ اخر سنه ليه لما توفى الله يرحمه بالمناسبه كانت الذكرى بتاعته اول امبارح. فانت كانت اخر سنه ليه، كان حسام غالي لسه متصعد الفريق الاول، وكانت اخر سنه للكابتن صالح سليم. فانت بيقولوا انت عاشرته ازاي؟ انت ما عاشرتوش زي الكابتن محمود الخطيب. انت عرفت المبادئ ازاي وعرفت الرجاله ازاي وعرفت الكلام ازاي؟ ما هو مش واضح عملنا. يعني انت الراجل قال تصريحات، ما هو غلط يعني. هتيجي تبص لها من الاول، ده عضو مجلس اداره، بقى الناس تطلع عادي في الميديا وفي الاعلام وتتكلم عادي وتقول عادي. هو طالع ويقول لك ان هو كده ما كانش بيروح وكده خلاص بالنسبه له، يعني ان هو ما كانش بيتاخد رايه في حاجات كتير والقرارات فرديه. طب القرارات فرديه من ناحيه مين؟ ما هو كابتن محمود ما بيقول لك خلاص دلوقتي والناس عايزاك تكمل. طب القرارات هتبقى فرديه تبع المجلس ولا تبع كابتن محمود اللي هيبقى ربنا يشفيه؟ احنا عايزين نعرف برضو راسنا من رجليه. وفي الاخر كابتن محمود ده يعني بتحس ان هي برضو مدروسه كابتن. يعني انت حسام غالي طلع بالتصريحات وقال لك كابتن، القناه بعدها تاني يوم جابت لك الكابتن صالح مع اللعيبه في الملعب عمال يديهم نفس الكلام محمود الخطيب قاله مع اللعيبه. يعني اشمعنى لما حسام غالي طلع وبعدها قال لك انا مش هترشح الفتره الجايه؟ بعدها مجلس الاداره لا. شفت جمال عبد الناصر لما الشعب قال له لا تتنحى؟ نفس الموضوع يا كابتن. طب احنا نصدق مين ولا نمشي ورا مين؟ ولا وفي الاول وفي الاخر كل الناس اللي طالعه تقول رايها وكل الناس اللي بتنتقد حسين، كل الناس اللي بتنتقد كابتن محمود، ولا انت هتعمل حاجه ولا احنا هنعمل حاجه. احنا في ظهر النادي، سواء ده مسك سواء ده خلاه ده مشي. احنا كده بنشجع قال لك الكيان، ولا افراد ولا قرارات شخصيه ولا قرارات فرديه ولا اي حاجه. انت مش عاجبك حاجه مش بقى ما احنا ما بننتقدش ولا ده شخصه ولا ده شخصه.
الناس اللي طلعت يقول لك حسام الرخيص ومحمود مش، طب ليه طيب؟ ولا انت بتتكلم على الكلام اللي قاله ولا شخصه ولا مالناش دعوه يعني قال لك احنا بنعترض على المنصب او اللي عملوا المنصب او الرئيس النادي بنقول القرارات كان يعني ماتش الانسحاب ده، يعني مجلس الاداره كله كان موافق على ماتش الانسحاب 11/3 11 مارس. ما تقنعنيش ان كله ما كانش عايز يلعب الزمالك، ان كله كان، ولا قصه الحكام كله كان موافق على اللي احنا فيه، كله موافق على الفتره الاربع ماتشات اللي احنا لعبناهم في الدوري، كله كان موافق على اللي احنا عملناه في كاس العالم للانديه. ما تقنعنيش، هتقول لي ده اللعيبه ده المدرب، طب ما هو مين اللي جاب؟ حسام غالي طلع يتكلم، طب مين اللي جاب حسام غالي في مجلس الاداره؟ هتقول الخطيب، ونكر جميل الخطيب، دخلنا في قصه ثانيه. طب ممكن نركز يعني كل القناه وكل الاعلاميين ممكن نركز في ماتش انبي اللي جاي ولا ما ينفعش؟ ولا هنقعد نتكلم على طول بقى مع الشهر ده هيبقى في انتخابات في النادي الاهلي؟ هنفضل طول الشهر بقى الانتخابات، وكابتن محمود راح وكابتن محمود جه وحسام غالي قال وده قال وامام عاشور عايز يجدد. مين اللي عمل موضوع التجديدات؟ يعني هو وليد صلاح خلاص نزل البان قال لك فيها 4 بنجدد لهم، فاحنا عايزين نشوف ال4 الاولانيين مين، وبعد كده نشوف امام ونشوف الناس اللي عايزه مين اللي عمل حكايه التمديد. يعني اللعيبه جت من دماغها كده خلاص مضت العقد 3 4 سنين، بعد سنتين يجي يقول لك انا عايز اعدي العقد، ولا الاهلي اللي اخترع الحته دي اخترعها لمصلحته فدلوقتي قلبت عليه. يعني انت كانت بتعملها لمصلحتك ان اللعيب بقى كويس انت بتديله زياده وتمدد له العقد عشان يقعد معاك فتره اطول، فدلوقتي قلبت عليك ولا ما قلبتش عليك؟ السياسه اللي انت ماشي بيها تمديد العقد، اصل اللاعب بقى هو النادي اللي كان بيطلب تمديد العقد من اللاعب اللي يبقى حلو، فدلوقتي اللاعب بقى يبقى حلو هيطلب هو التمديد. طب ماشيه ازاي دي؟ امام عاشور بيطلب التمديد من حقه، من حقه. انت جبت زيزو ودفعت فيه، جبت تريزيجيه ودفعت فيه، جبت بن شرقي ودفعت فيه، وبياخدوا اكتر من امام، فده من حقه وده من حقه، بس ده وقته؟ لا مش وقته. في ناس قبليه عايزه تخلص في مرحله احنا فيها. امام لسه راجع، طب لما ترجع يا امام ونشوف. طيب يعني انت الموسم اللي فات كان اي حقك ماشي، لكن انت جاي راجع من اصابه ولسه هنشوف. مش معنى كده ان احنا هنرميه، نقعد نتكلم بس نشوف الناس الاولى. طيب زي على ما رايي كابتن وليد ما قال، يعني الكابتن محمود قال لهم انتوا عاجبكم الفتره دي وقال اتكلمت معاكم قبل كده ومش هتكلم تاني. طب انت منين يا كابتن محمود عايز مش ما تخشش الرئاسه الفتره اللي جايه ونازل باجتماع مع اللعيبه زي اجتماع الكابتن صالح؟ طب والدنيا دخلت في بعضها، انت عارف ان انت هتعمل كده، الناس في مجلس الاداره لا خليك معانا. طب منين ده الراجل؟ طب ما تريحوه. طيب يعني 50 سنه كتير حرام يعني، 50 سنه في النادي الاهلي، من لاعب من امين صندوق من كل حاجه، من نائب رئيس لرئيس. طب ما خلاص عادي ما يريح شويه يا جدعان، واي حد يمسك عادي يعني، مش هتكمل يعني، مش هتكمل، ما هتكمل عادي يعني. نفوق ونخلينا بس في المرحله اللي جايه. احنا هنلعب الزمالك الشهر ده على فكره، يعني اخر الشهر ده في الزمالك، يعني في 3 ماتشات قبل الزمالك ما ينفعش نخسر ولا نتعادل ولا ماتش فيه. لاعب الزمالك ما ينفعش برده ولا نتعادل ولا نخسر فيه، ده اللي نتكلم فيه. خلاص الشهر ده المفروض الشهر ده اللي نتكلم فيه، لا هنفضل طول الشهر نتكلم على الانتخابات وعلى الكابتن محمود هيكمل ولا لا، مين اللي هيجي بعد الكابتن محمود، طب حسام غالي هيخش النادي تاني ولا لا. ما اي حد عايز يقول اي حاجه ما يقولها عادي يعني، طالعين نسلخوا ليه؟ وبعد يعني اللي يغيظك في البرنامج يجي يقول لك المذيع لك التصريحات، اللي بيرد عليه يقول لك انا ما سمعتش الفيديو والله بس انا هرد على الكلام اللي انت بتقوله. طب ما تروح طب ما انتوا عارفين ان انتوا طالعين ودي العناوين اللي انتوا هتطلعوا تتكلموا عليها وده الموضوع الاساسي انتوا هتطلعوا تتكلموا عليه، اسمعوا الفيديو يعني عادي. هو فول الفيديو كله حياه حسام غالي والاحتراف وكل حاجه، الراجل مقسم الفيديو يعني بتبقى متقسمه عادي. شوف الحته الاخيره بتاعت النادي ورئاسه النادي والحاجات اللي اتكلم عن النادي، هتلاقي دي ساعه ربع ساعه اسمعها واطلع رد عليه.